اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. سامحوني والله الجبنة دي انا يعني هو المقطع باظ مني، فجيت امنتج الفيديو لقيت المقطع مش موجود، فان شاء الله باذن الرحمن هعمل معاكم الجبنة دي تاني. انا كنت عاملاها عشان بكره الخميس وانا بصوم اتنين وخميس، فقلت اعملها. بالنسبه لدي بقى دي القشطه اللي هي بتبقى وش اللبن، فانا بشيلها كده كل ما بيبقى عندي لبن يعني بيبات، فبشيل الوش من عليه بحطه في الفريزر. فدلوقتي انا طلعته اللي انا اعمله ايه سمنه، يعني قلت ايه اعملها معاكم وتشوفوها يعني. وكنت عامله الجبنه بس يعني سامحوني، يعني المقطع باظ مني يعني فاتمسح، فمعلش ان شاء الله باذن الرحمن هعمل معاكم الجبنه دي وتشوفوا الطريقه. مش قادره اقول لكم اطعم بتاعه المحلات. وكده كده رمضان داخل علينا وجعلها سنه سعيده عليكم وعلى الامه الاسلاميه يا رب العالمين. فان شاء الله رمضان اللي جاي طبعا محتاج بقى الجبنه في البيت والفول والحاجات الجميله دي. اللهم بلغنا رمضان. طبعا هي هنا ساعة او تلج، فانا هاخدها اديها لفة في الخلاط وهرجع تاني، علشان هنا هي ساقعة جدا وانا مش قادرة ايه اتحمل يعني ايه التلج. بصوا انا كده اديتها لفة في الخلاط ورجعت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هنلفها بقى ايه مع بعض. ده بقى اللي هو الخط اللي هو بينزل دوت. بصوا بسم الله. هنكورها بقى كده زي اللي بنشتريها تمام من بره. بسيبها بقى ترتاح شويه في التلاجة، لو عايزه اسيحها اسيحها، بس انا الصراحه ما بسيحهاش، انا بسيبها في الفريزر كده باخد منها قطعه بقطعه اطعم بيها الاكل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. واحيانا بسيبها للرز المعمر. بصوا ان شاء الله. دي بقى الجبنه زعلانه اول المقطع بتاعها اتقطع، هو كان كيلو لبن وقلت اعمله جبنه. ان شاء الله هجيب كميه كبيره واعملها معاكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا لايك وشير، وشوفوا وشكم بخير، دعموني بتعليق حلو وكومنت حلو. ياريت تخشوا تتفرجوا يا جماعه على الفيديو للاخر وتحكموا